يا مساء الخير ويا مساء العافية ويا مساء السعادة والسرور على عيونكم يا طيبين. شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بصحة وعافية وسلامة. واليوم رجعت لكم بيوم من أيام البسيطة أتمنى ينال إعجابكم وتقضون وقت ممتع ومشاهدته. وأكيد مثل ما متعودين أنا وياكم ما نبلش فيديونا إلا بالصلاة على النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم شنو يا جماعة الخير؟ اليوم سمك. وسمك شنو؟ سمك بحري. أول مرة ناكله أقسم بالله بالصدق حبيناه. احنا متعودين ناكل بس الجفوت اللي هو الصبور الصغار، بس هالمرة يسموها، بس خلي اتذكرها يا حبايب، يسموها ما اعرف، هذا السمك المشبوش اللي ياخذونه اللي يبيعونه الصيادين. فكانوا يصيحون فقلت له ماما خلينا نجرب، جيب لنا ب5000 وخلينا نشوفه. وبصراحة عجبنا وقلنا بين فترة وفترة ناخذ. تذكرت اسمه خشرة. اي خشرة، بس كون الاسم اكيد. وحابة أقول يما فدية الطش والرش، فدية اللي يحبوني، فدية التعليقات الجميلة واللي تجنن والسر الخاطر بالفيديو السابق. وهواي جتني تعليقات ليش ماسة ظالمة، ما تخافين الله، مو إحنا عشنا القصة فجأة ما شفنا التكملة. خباثة وتشويق، لا والله ما قصدي، بس الفيديو كانت المدة مالته قربت على الانتهاء وما يكفي حق القصة. فأنا حبايب شنو؟ أول شي أنقع التمن وأنظف السمك وأخليهن وأطلع. طبعا الفاصوليا مالتي على النار مخلية بيها كسور عظام. عندي واحد من أولادي ولو هم 2 وما ياكلون هذا السمك الصغار، فقلت أسويهم فاصوليا وأكيد أبوهم وياهم. أما إحنا لا والله نحب هذا السمك الصغار، أنا وزنوبة وعبوسي وحسوني كلش نحبه. وأنا أكيد أصدفه لو قشره، نقشر القشور مالته أو نصدف الصدف مالته بهاي المقشارة. هاي كلش حلوة بنات، ب1000 دينار. هي مقشارة للبوتيتا وبنفس الوقت بيها يعني شلون تصدفين السمك، خاصة تصديف السمك كلش حلوة، وسعرها 1000 دينار كلش مناسب. أول بداية من أخذتها قلت معقولة يعني هيك مريحة بالعمل؟ جدا جدا مريحة، إذا لقيتوها خذوها، راح تفيدكم تقشير البورتيتا وبنفس الوقت الباذنجان ووياهن تصديف السمك. هنا حبايب راح نكمل تكملة قصص صديقتنا. صديقتنا تقول يا ماسة يا صدمتي، مسمعت يقول ما حست بيه، وفوقها أنا نعطيته فلوس ومشتري السيارة وواقفة وياه وقفة ظلم ووقفة نسوان، لا ما بيته لم ولا ما جهاله، والله ما خليته يوم من الأيام يحتاج ويمد ايده لحد ويقول له دايني. أنا شي يريد هاك اشتغل واجيبها منه واحطها منه ولملم من مصرف البيت وكل ما يخالف أبو بيتي، واحد يكمل الثاني، المساندة حلوة بين الزوجين ومأمنة بيه وثاقة بيه. وتوني نعطيته فلوس، توني نعطيته في سبيل يروح. كذب علي وقال لي مريض، قلت لا يجوز كذب، ما معقولة. وهنا هاي السكة الغريبة الشكل نطيتها لبزونتنا. وهذا بنات الشانق، هذا طبعا إلى قصة واحدة إن شاء الله أسولفها لكم عليه هذا الشانق. المهم يا حبايب، تقول قلت لا كذب ما معقولة، تقول كذبت إذني، إذا نات 2 كذبتهن وقلت ما معقولة، زوجي متزوج علي وماخذ له وحدة بسوريا، لا جوزي الشاقة. تقول بس الشك بلش يلعب وياي، قلت لازم أراقبه، كافي ثقة كافي أمان، الزلمة ما يتأمن له، ولو إحنا ما نقصد الزلم كلها، ترى مو كل أصابع اليد سوا يا حبايب. وانا حابة اقول حطيت لي لايك لبعضكم، اللي ما حط لي لايك يخلي لي لايك واكون ممنونة منه لاني ساهم برفع الفيديو. تقول بقيت ادور وراه، صحت لابني قلت له تعال ماما ادخل لي على تليفون ابوك، انا اكو برامج ما اعرف لهن. وبلشت يا ماسة محقق كونان يشتغل. دورت لمن شكي طلع محله يا ماسة، يا كسرة قلبي. ترى يقولون الشرع محلي ال4، احنا ويا الشرع مو ضد، بس من تكون مرة منملة ومعدلة ولامة زوجها لم ومساندته بالصغيرة والكبيرة يصير يكسر قلبها ويهدم الثقة اللي بيناتهم. يقول مو هنا الطامة الكبرى يا ماسة، طلع فاتح البيت ويصرف عليها وعلى أهلها، وأنا كل ما يجيني عطل بالسيارة، راحت الفلوس للطبيب، منا ومنا صار له كم شهر يلف ويدور وكل شي ما حصلت. الذهبات اللي لميتهن والفلوس اللي انطيتهن له، تربية الأولاد يا ماسة تكسر الظهر، ما يدري عنهم ولا عن صغيرتهم وكبيرتهم كله أنا. وأقول ما يخالف، الحياة تعاون. شوف إيش سويت بيه. طبعا قبل لا نقول شنو سويت بيه، هذه الخلطة صار لها شهر عندي، طبعا استخدمتها لمدة 2 بعدين قلت يا خل أصورها وأضم الفيديو، لابد ما يوم من الأيام أنشرها لأهلي وناسي، لأن هواي بنات يكتبوا لي ماسة بشرتنا من القهر والضيم والتعب مالت اليومي تلفت انتهت،
تعالي قلت نشوف لي هاي الصابونة والخلطة. يومين وصورت المقطع وضميته على جنب وبقيت أستخدمها حتى أخذ النتيجة 100%. يلا أحكي عنها بكل ثقة، والله دعته ليداتي. بنات هاي الخلطة تجنن، إزالة التصبغات، إزالة الكلف، إزالة التجاعيد، الهالات السوداء تحت العين، الحبوب حب الشباب والندوب اللي انتو ضايجين عندها أغلب البنات، التعب مالت البشرة اللي تحسون بيها بشرتكم صارت باهتة وخالية من الكولاجين والنضرة، تعيد النضارة وتجمل البشرة بصورة رهيبة وأكثر من روعة. عن تجربتي الخاصة راح تقول ماسة تجاعيد تصبغات أكيد، وداعتكم داعت نظر عيني، ومتتواصلون وياها قولوا لها احنا بشرتنا بيها يعني تصبغات كلش قوية وشوفوا شنو راح تنصحكم. الحلو بيها ما بيها أي مواد ضارة، ايش قد ما تستخدميها ما راح تضر بشرتك. 2 انه جمال هاي الخلطة تخلي بشرتكم هيك بنات ترفة ومليئة بالنضارة والبياض واللمعة، مسام بعد ماكو واسع تقلصه. الحلو انا طلبتها من شمس بيوتي لان استخدمتها صديقتي ام ملك ونصحتني بيها، فمن رحت قلت لهم اريتها بس إذا زينة قسما بالله راح أنشر لكم إعلان عليها. وفعلا يا بنات الصابونة رهيبة، صابونة الفحم طبعا توحد لون البشرة، تنطي النعومة، تزيل الاسوداد هاي الشوائب تصير بالبشرة والقشور البيضة تنتهي بعد استخدامكم للخلطة وللصابونة. ويدللون بناتي وحبيباتي وصديقاتي اللي بشرتهم تعبانة اللي قالوا يا ريت تنصحيني أنصحكم بهذه الخلطة وهذه الصابونة وراح تدعوا لي أكيد بعد استخدامكم إلها. طبعا راح تقول ما متوفر توصيل أكيد لأن هم وصلوها إلي توصيل الباب بيتي. والبنات اللي يشكون من بشرة تعبانة خالية من النظارة ألف عافية عليكم لأن صدق راح تحصلون على بشرة تجنن وخالية من العيوب ولا تصبغات لا اسمرار لا حبوب لا ندوب، والحمد لله انه انا اجرب الحاجة يلا احكي عنها بكل ثقة. فحبايب راح لكم رقم الواتساب رابط الانستغرام باول تعليق ورقم الواتساب على الشاشة، من تروحون تاخذونها من عندها قولوا لها احنا جيناك من طرف ماسة والف عافية عليكم مقدمة لان تستحق هيك منتجات اكثر من روعة، تستحق واحد يخليها على ميز المراية لان بشرتكم تستحق العناية. كل ربة بيت كانت صغيرة ولا كبيرة تستحق تعتني ببشرتها، لأن يا بناتي وحبيباتي الهم والتعب والركضة هاي مالت البيت ما تبين على أي مكان، تبين على الوجه وعلى الهالات وعلى بشرتكم اللي تكون ما شاء الله يوم بعد يوم تحسوها جاي تطفى وتبهت وتصير ما بيها روح. فيا بناتي الوردة كل ما تسقينها راح تزهر. هنا حبايب أكيد رجعت لكم منين ما بلشنا أول بداية، غسلت المواعين ونظفت السنك أكيد بعد تعرفون زفر وسمك وهاي الأمور لازم ننظفها. فنرجع لقصة صديقتنا تقول يا ماسة شو قلت انفتيت فت مثل السمك المزهرة، لا أقدر أقعد لا أقدر أحط اللقمة بحلقي، شايفة القهرة الكبيرة إنه يضحك عليك هذا العمر كله وهذا تعبك كله يذبه بالشط، ما يفكر بيك، ما يقول أم جهالي، ما يقول ساندتني من ذاك اليوم لهذا اليوم. يقول يا ماسة هيك تقلب على فراشي وباوع له ياكل ويشرب كأنه ما مسوي شي بعين صلفة. لا حد يقول لي الشرع محل الأربعة. القهرة إنه أنا قضيت العمر وياه وأنا حاسبته بس هو وبس أباوع بس له، بس هو لا غشني وخانني. ولا حد يقول لي مرة ما تاكل مرة يا ماسة قهرة من أنا أباوع له واضحك بوجهه وانطيل عندي والما عندي وهو يروح يجازي تعبي ورباي لأولاده وبناته ولمة بيته مرة ثانية ما يعرف ساسها من راسها. فأنا خيتك يا ماسة قلت خلي أحافظ على غضبي حتى لا يحس بيه إنه أنا عرفت بيه. رحت على المستمسكات مالته حطيت الجواز والهوية وبطاقة السكن كلهن وحطيتهن قصقصتهن وحرقتهن بالليل وهم نايمين هو وجهالي. شكو عنده فلوس أخذتهن. حطيت السويتش هاي شايفتها ماسة هاي مالت السويتش تشعلينها وتها تقول حطيتها رضيتها رض. وقلت باكر أنا عليكها وياه لو روحي لو روحه. وقعدت الصبح سويت له ريوق يقول من عسى يا ماسة ولو ما يعطيني قلب اقول له سمو زقوم بس اقول ما يخالف ابو جهالي. تقول حطيت الريوق قدامه قلت له اكل. قلت ريقي وخلاص. قلت له عندك سالفة تحكي لي اياها؟ وقال لي سالفة ايش خير يا طير شنو اليوم قاعدة من الصبح سوالف ايش صاير؟ قلت له ها لا ما صاير شي. قلت له ايش قد اطلبك؟ وقال شنو تطلبيني؟ قلت له انا لا كتبت عليكم بياله ولا من اعطيتك فلوس شيك عليك شواهد لان انت ابو جهالي وانا ثاقة بيك وما راح تلعب بذيلك وياي وعندنا اولاد وبنات وما شاء الله اولادك وبناتك كبروا ولو اعرف بيك انت راح تسوي بيا هاي الدقة قسما بالله ربع دينار ما انطيك. يقول ضحك قال ايش بيك حلمانة؟ اكيد حلمانة بيا متزوج. قلت له لا مو حلمانة انا متأكدة انت متزوج.
تقول قال شلون؟ تقول وشفلت. قلت له هسه الحمد لله والشكر أنا ما قاعدة ببيت ملكك، أنا قاعدة ببيت أجار، والحمد لله البيت الأجار أنا جاي أجيبها منه وأحطها منه وأسد الأجار وياك. تاخذ هدومك وتاخذ شنو إلك تنقلع برا. يقول طق الكوب بالقاع. وقلت شوتك شنو هاي هيجي؟ قلت له يلا 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 لا تعلي حسك، اخوانك جايين بالطريق واخوانك جايين بالطريق، انت بدرب وانا بدرب. يقول هنا أنا من سمع حكي قال يا معودة نعلي شيطان، انا ابو جهال شافوا بيتك تخربين بيتك على سوالف النسوان، هاي ضحكت عليك، هاي اكيد فلانة على اخته. قلت له لا، اختك درت بزوجها متزوج وسكتت، الا انا ما راح اسكت، لان كبريائي انجرح بسببك انت، ثقيت بك وهدمت الثقة هاي بسرعة. شهر شهرين تعرفت لك على وحدة، بعت العشرة والزاد والملح والقضينا الحلو والمر ورباط البزر هذا كله اللي كبرته إلك كله بعته بساعة زمان، بيوم ويومين تعرفت لك على وحدة بعت الأول والتالي. يقول بهاي الساعة أنا انهرت يا ماسة وقعدت بالقاع والدموع يعني شكلش قمت أرجف، القوة مالتي كلها راحت. يقول من شافني هيك قال والله ضلكها غلطت هيك ما أعرف شنو عماني. يقول باحت قلت له لا والله هاي هي، اطلع من البيت ما اريد اشوفك. يقول لي جو اخوانه لان انا مخابرتهم قبل لا يقعد. يقول شنو السالفه؟ قلت لهم كذا وكذا وكذا، هذا صار وهذا الجرى. انسان ما ثمن حياتي وياه، ما ثمن العشره، ما ثمن قيمه حبي إله واحترامي، هذا ما ابقى وياه. يا معود اقول غيرها قلت لهم ابد. يقول باوعوا له. يقول قال هاي هي راح روح فتره على ما ترتاحين وارجع، وثقي بالله هاي راح اطلقها وارجع. ليش؟ قلت له ايه روح طلقها. تقول انا الجواز حارقته، مستمسكاته كلين حارقتهن، يردني فتره يلا يطلعن. تقول بابا قال وين مستمسكاتي وين سويتي؟ يقول اشرت على المكان اللي حرقت بيهن. قلت له هناك تلقاهن. يقول السودن. قلت له مثل ما حرقت قلبي واخذت فلوسي وضحكت علي وعيشتني مثل مغفله وياك هاي شويه، وبعدين تدري ايش راح اسوي بيك؟ والله لا خليك تحلم تدوس عتبة هذا الباب. هاي جهالك تريد شوفهم بالشارع حالك حال الغريب، مو حسبالك انا هاي الضعيفة اللي راح اتوسل بيك ارجع لي وطلقها وتعال لي وانا الاولى وانا اللي راح اساندك. لا لا لا، انتهت دور المساندة انتهى، دور المحبة هم انتهى، راح ويا اهله. يلا الله وياكم محمد وعلي، وملابسك دي جنطتك اخذها واطلع. الحمد لله البيت بيت جار مو بيت ملك، اولادك وبناتك خيرهم يردوني يبقون وياي، يردون يروحون وياك خذهم. يقولوا هنا اخوانه اللي هم محمويني بقوا صافنين على ردة الفعل مالتي القوية، بس انا من الداخل اتقطع، مكسورة الخاطر، ملجومة القلب يا ماسة. لو تشوفين حالتي بوقتها اكابر قدامهم، بس انا باوع له واتقطع. رجل صباي ابو جهالي عشت وياه لا سنة ولا سنتين، بس اللي قاهرني هو باع العشرة يا ماسة. من أتخيل هيك مجرد فكرة إنه هو متزوج وحدة ثانية ويقعد يضحك وياها ويسولف وياها، وأنا قاعدة هنا حارسة لوليداته وبناته. تعلمت على الشقا والتعب وأجيب وأحط من الجملة وأبيع ولملم وأقول ما يخالف، الحياة مساندة. ومساندته شنو إلي؟ تزوج علي؟ لا والله لو يصير دواي ويصير علاجي هو ما أريده. قالوا لي يا معودة هو راح يطلقها وترجع المياه المجاريها وابو جهالك وعيب قدام الناس، وهسه يطلع نوب حتى الهوية مالته حارقته. قلت لهم هذا قليل حل بيه، ما فكر بيه وقال مريتي، ما قالوا مجهالي انتم هسه مهتمين بالهوية ما مهتمين بيه، وكم شلت حالي وما انطيته إليه، وقفت وياه من ذاك اليوم لهذا اليوم، وتالي تقولوا لي خطية والله حرقتي هويته، زين وحرقت قلبي. يقول ما طولها عليك، راح واخذ له فترة طويلة على ما طلع المستمسكات، يوم يدز لي خواته، يوم يدز لي زوجة اخوه، يوم يدز لي اخوه، وكله ورافضه. الا بذاك اليوم جاني اخوي وقال الرجال طلق مرته وتعب على ما طلع الجواز والمستمسكات مالته في سبيل يطلقها، وحيل غلطان ومتندم وعرف غلطه. تبقون على هذا الحال قدام اولادكم وبناتكم، قدام الصغير والكبير، يا معودة عيب، انتم مو صغار صاركم عشرة عمر. قلت له يا اخويا تحكي لي هذا الحكي ما تقول له؟ يقول هذا الزلمة يغلط ويصاحب ويتزوج وحدة واثنين ويطلق، والنسوان تتحمل. كم وحدة بوحدة رجلها صاحب عليها، كم وحدة بوحدة رجلها تزوج عليها، ما سوى نسوايتك يا بنت الناس. حركت مسمسكاته، طردتيه من البيت، خليتيه ممنوع يدخل للبيت، وجاي يدز ناس ويتوسل بيك
وبعد ايش قافله يا خيتي ما يصير، ترى عيب، هسه يمل باكر عقبه يمل. شنو جديدة عليك؟ ما سامعة رجال يتزوج على مرته؟ يا ما نسوان خطية صاحبوا وطردوهم من بيوتهن حتى ما خلوهن، وهسه هو احترم كل قراراتك، حتى اخته ما سوت سوايتك يا بنت العالم. عيب، عيب تسوينه. لحد الآن ما احنا ما تدخلنا وقلنا لك كافي. تقول يا ماسة من انا اهلي يلحون علي وهو يومي يودي ناس، ومن انا احس قلبي بعد ما يريده، جزت روحي منه يا عالم. مو قصة ها لين نتزوج علي، بس اللي هضمني انه انا كنت ثاقة بيه ثقة عمياء، واللي هضمني انه ما حسب حساب المشاعر وقال مرتي. يقول المشكلة هسه هو طلق ذيك وباع السيارة ومنتظرني بس ارجع له، وانا المشكلة ما جاي اتقبل فكرة انه يرجع مثل الاول واعيش وياه مثل قبل، اضحك واسولف، احس هذا الشي راح مني. والمشكلة اخواني قالوا لي اذا تبقين رافضة ويطلقك جهالة تنطيهم إله وتجين ويانا تعيشين، ماكو حتى لو انتي مرة كبيرة ترجعين ويانا للبيت، حتى لو اولادك وبناتك كبار ترجعين ويانا وهو يرجع يقعد ويا جهاله. وهاي يا بنات كانت قصة صديقتنا اللي امنت بزوجها وباعت لعتها والماعتها في سبيل يبدلون حياتهم، يحطوا لهم بيت، يحطوا لهم باب رزق. بس اللي صار تزوج عليها، بس هي ما شاء الله عليها قدها وقدود، قد تراويهم المرة القوية، بس هي بداخلها طفلة ضعيفة مكسورة، بس ما بينت انكسارها لهم. فهنا يا حبايب شو تقولون، ترجع له وتفتح صفحة جديدة لو لا؟ كتبوا لها بالتعليقات. وهنا حبايب سهلنا وسهمكم ألف عافية، تمنيتكم ويانا، وهذا غدانا والقاسمة. الله مع السلامة، دمتم في حفظ الرحمن.